يعني شفنا كذا عركه في مباراه الارجنتين وهولندا والماتش اتوتر، ولكن ده بقى يمكن يلا كمل لك الاثاره والمتعه اللي في المباراه، يكمل الاثاره والمتعه اللي في المباراه. مش عارف المباراه رايحه فين وجايه منين. لو تارو مارتينيز داخل يحط اخر ضربه جزاء، الدنيا بعد ما الارجنتين ضيعت خلاص بقى عليه حمل، لو ضاعت هيرجع تعادل تاني بعد ما كانت هولندا مضيعه ضربتين جزاء. فالبطوله لا بطوله جميله. منتخب الارجنتين وصل وهو يستحق، ومنتخب هولندا ما وصلش وهو برضه لو كان كسب كان يستحق. يعني ده يستحق، وده لو كان صعد كان يستحق، نظرا للي قدمه الارجنتين ونظرا للي قدمته هولندا. ومباراه اثاره في ال90 دقيقه، اثاره على مدار نص ساعه على شوطين، نص ساعه على شوطين. يمكن اخر 10 دقائق او اخر ربع ساعه اللي قدمها منتخب هولندا قدام منتخب الارجنتين تعبوا فيها جدا جدا. كل لعيب طلع 200 300% من مجهوده. يعني هو لو لعبوا كده من البدايه كانوا خلصوا الماتش، ولكن فجاه لقوا نفسهم خلاص هيودعوا كاس العالم ومتاخرين بجونين، فما عندهمش حاجه يبكوا عليها، فعملوا ربع ساعه اعتقد الافضل من سنين طويله لهولندا. الربع ساعه ده يعني كانت المباراه في سكه واحده، في سكه هولندا، وقدروا وما تعصبوش. جون عادي من اوفر وفيغوريس طالع حطها جون. الجون الثاني ده حكايه، ده حكايه اتفاجئ بيه كل الناس اللي قدام التلفزيون والناس اللي في المدرج وكل من يحب كره القدم، كله اتفاجئ بالهدف الثاني. فاول وكل الناس والحيطه محطوطه والراجل اللي ورا الحيطه نايم وكل حاجه. وفي الدقيقه 101 خلاص الحكم مدي 10 دقائق هيصفر بعدها. وبعد كده ايه الثقه يعني ايه الثقه بالنفس دي، وايه البرود ده، وايه الفكر العالي ده، ان انت كل الناس مستنيه الكره تتشاط وفي الاخر تتحط، يعني تتحط كده جنب الحيطه بالراحه جدا عشان فيجورست ياخدها ويقوم حاططها بالشمال. مين يتوقع ان الكره دي كانت هتتعمل بالشكل ده؟ ما انا عشان كده بتفرج على كاس العالم، عشان كده بتفرج على الكره الحلوه، عشان كده بنشوف الخطط الجديده، الحاجات اللي ممكن تتعمل في الفاولات. دلوقتي يا جماعه بقت الفاولات ديت بيجي لها مدربين مخصوص يعني غير المدير الفني ومساعد المدرب ومش عارف. هتلاقي يقول لك ايه ده مدرب للفاولات، في مدرب بيجي مدرب للاوتات يعني في ناس كتير هتستغرب الكلام ده، بس الكلام دوت موجود، الكلام ده موجود. يعني يجيب لك مدرب لرميات التماس بس، وشفناه كان في ليفربول قبل كده. يعني ده الكرة موجودة، والكرة المفروض كل يوم بتتطور، وعلشان كده بنتفاجئ ان في فرق مستواها بيتطور بنسبة كبيرة. فالكورة ما بقتش اسماء، والكورة ما بقتش تاريخ. الكورة دلوقتي بقت تركيز استعدادات وتجهيز. هي دي الكورة. النهارده مودريتش 37 سنة ولا 38 سنة هيلعب قبل النهائي. مودريتش اللي امبارح اتسأل في مؤتمر صحفي بيقولوا له ده اخر كاس عالم بقى ليك، انت هتعتزل الدولي والكلام من ده وبتاع. قال لهم هعتزل دولي ليه؟ قال لهم انا لما هلاقي نفسي عايز اعتزل دولي ومش قادر هعتزل دولي، انما اعتزل دولي واسيب المنتخب بتاعي ليه؟ الراجل بيلعب النهارده وبيأدي على مدار 120 دقيقة عادي جدا. قالوا له اصل اللعيبه ساعات اما بتكبر يقول لك اركز مع النادي بتاعي، قال لك اركز مع النادي بتاعي على حساب المنتخب بتاعي، قال لك انا مش مقتنع بالكلام دوت. انتماء وفكر. انا مش بقول ان الراجل اللي حاسس ان هو كبر ومش قادر وانه يقول لا اركز مع، ما بقولش ان هو غلط، بس انا بقول لك ان في افكار تانية وفي ناس بتفكر بطريقه تانية خالص. علشان كده هو لحد دلوقتي هو نمره واحد في منتخب كرواتيا، وهو نمره واحد في ريال مدريد، ولا غنى عنه.
ولا غنى عنه. بروزوفيتش الراجل برضه لاعب بقاله كتير وراجل كبير وكلام من ده، وبيلعب جنبه في نص الملعب، يعني نص الملعب ده عايز ناس جرايه، وقاعد الراجل بيلعب ويأدي ومفيش اي مشكله خالص. مدرب داليتش قاعد بره شايف كل حاجه، ابتدى يغير، طلع نص الملعب الدفاعي، نزل نص ملعب هجومي، غير الاثنين روس الحربه، نزل اثنين روس حربه، طلع الباك ليفت، رجع بريزيتش بدل ما هو وينج شمال، هو كده كده هيلعب وينج شمال بس رجعه باك ليفت ونزل واحد يلعب قدامه. فتلاقي اللي نزله هو اللي عمل بالعرض وهو اللي حطها. ما كل دي افكار ما بتجيش ما بتجيش من فراغ وما بتجيش بالصدفه. هنشوف بكره الخناقه اللي احنا بنتكلم عليها، هنشوف خناقه انجلترا وفرنسا، هنشوف العركه دي هيبقى وضعها ايه. ماتش هيبقى ممتع اكيد، مليون في المية هيبقى ممتع. هنشوف يعني هنشوف ساكا مع فودن مع هاري كين مع هندرسون. الناحية التانية هتشوف بقى جيرو بقى ولا مبابي ولا عثمان ديمبلي ولا جريزمان. ايه الاسماء دي؟ يعني بجد ايه الاسماء دي؟ والله الواحد بيتفرج على كأس العالم عايزها تخلص. يعني بجد الواحد بيتفرج على كأس العالم مش عايزها تخلص. فعلشان كده بقى لما يجوا بقى يقترحوا ويقدموا اقتراحات ويقول لك نعمل كأس العالم كل سنتين، يا ريت نعمل كأس العالم كل سنتين. لما الناس دي كلها هنقعد متجمعين قدام الناس ونقعد نشجع ده ونقول الله على اللعبة دي وازاي دي اتعملت وازاي دي، لا، يبقى احنا نشجع ان كأس العالم تتعمل كل سنتين. فاكرين فيديوهات التريقة بعد ما أرجنتين خسرت أول مباراة؟ هفكرك بيها كل مرة حضرتك. ويرز ميسي؟ وتهزر وتبص في جيب الراجل وبتاع وكده. ويرز ميسي؟ وين ميسي؟